الرفاق يتساءلون. كن الصدى شوي طاحس. الرفاق يتساءلون حائرون، يقولون لماذا السعودية؟ واي سعودي عريبيا؟ ترى مو بس العرب اللي يتساءلون، حتى الغرب. يعني CNN برضو كانت تسوي عنوان كذا، لماذا السعودية، المملكة العربية السعودية. الBBC كانت لماذا المملكة العربية السعودية. ليه المملكة العربية السعودية تم اختيارها من بين دول العالم أجمع عشان يلتقي فيها رئيس روسيا الاتحادية العظمى ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية العظمى، ويصطلحون فيها ويحلون مشاكلهم فيها بوجود وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان، وسعادة اللواء، أظن اللواء والله بدري، بس إن شاء الله أنها اللواء مساعد العبيان موجودين وشفتوهم في الصور، يقربون وجهات النظر بين الروس والأمريكان، وإن شاء الله أنها اقتربت. بقول لكم شيء قبل ما أقول لكم لماذا السعودية، الموضوع طول وأنا بحاول أختصر. أول شيء، الحرب هذه لو استمرت ودخل فيها ترامب بالعجرفة حقته، احتمال تتحول الحرب عالمية ثالثة، وإذا تحولت الحرب عالمية ثالثة راح يكون فيها نووي. الروسي قال أنا مجهز الثالوث النووي اللي هو البحري والبري والجوي. أي أحد يفكر منكم يا أوروبا أو أمريكا يدعم أوكرانيا بجيش أو بسلاح هجومي راح أضرب بالنووي، لأن المسألة مسألة وجودية. المسألة صارت وجودية، يعني وجود روسيا أو عدمها. فهمتوا؟ يعني أنتم وصلتوها لإيش؟ للركب، وصلتوا الدم للركب، أنت اللي وصلتوها. يعني ما هو أنا مالي شغل. فأنا قاعد أقول لكم من الآن، وحذر بايدن قبل ترامب، قال له تعطيهم أسلحة هجومية أو ترسل عليهم جيش من جيشك أو جيش الناتو، حلف أوروبا، أنا أطلق عليكم النووي والثالوث النووي جاهز. لا، وعلمهم عن اليد الميتة. في عنده قنبلة اسمها اليد الميتة. هذه القنبلة تنطلق حتى لو انك دمرت روسيا نهائيا. لو دمرتها سبقت يعني وضربت روسيا بالنووي وجميع الأسلحة اللي عندك، في عنده قنبلة اسمها اليد الميتة جاهزة مبرمجة، أول ما تنضرب روسيا هي تنطلق. هذه بدون أحد يعطيها الأمر. فوقفوا الأمريكان، صاروا يدعمون الأوكران بإيش؟ بالدراهم أو بأسلحة خفيفة دفاعية، لكن ما يعطونهم أسلحة قوية تضرب في موسكو. والأوروبيين نفس الكلام، بريطانيا يعطونهم دبابات، يعطون ألمانيا فرنسا يعطونهم دبابات. بالأخير ملوا العالم، ما عاد تقدر. أصلا اقتصاداتهم ضعيفة أوروبا، وأمريكا صرفت حول 350 مليار دولار على هالموضوع. ففكر فيها ترامب وقال أنا وش لي في حرب ما لي فيها لا ناقة ولا جمل، أنا حل المشكلة مع الروسي وأكسب بعد. فعشان كذا ترامب قال نحل المشكلة معه، أنا بتصل على بوتين وحل المشكلة. اتصل على بوتين قرابة ساعة كاملة يتكلمون في الموضوع، لحد ما تقاربت وجهات النظر، وقالوا وين تبغانا نختار المكان؟ قالوا عند محمد بن سلمان بن عبد العزيز. محمد بن سلمان ليه محمد بن سلمان بالتحديد؟ قالوا لأن السعودية عندها دبلوماسية جبارة، لها علاقة معنا ولها علاقة معكم. يعني ما جات في طرفنا وقت الأزمة وخلتكم على جنب حيدتكم، أو جت في طرفكم
فالسعودية من فضل الله سبحانه وتعالى ومن فضل قيادتها الحكيمة والدهاء اللي دائما أقول لكم عليه وأنا أركز عليه دائما في سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الله يطول في عمره، مسكت الحياد أيام أزمة روسيا وأوكرانيا. لا وقفت مع أوكرانيا ولا وقفت مع روسيا ولا جافت أمريكا أيام بايدن يقول راح أجعلكم دولة منبوذة. بالعكس اشتغلت صح، ربت بايدن بكل أدب لين جاء عندها في جدة، وبرضو جاها يطلب طلبات بحيث أنهم يزيدون من إنتاج النفط عشان ينزل السعر البترول، عشان ما يبيع الروسي بغالي ويصرف على أسلحته. وعيت ورفض سمو الأمير محمد بن سلمان وقال حنا نمشي مع أوبك، مع أن حنا اللي نقود أوبك. فهمتوا الفكرة؟ فالسعودية مسكت الحياد، ولذلك أصبحت موطن ثقة بالنسبة لدول العالم. دول العالم إذا عندها مشكلة تجي للسعودية تسألها وتشاورها من فضل الله سبحانه وتعالى، تم بفضل دهاء طويل العمر. الله يطول في عمرك يا سمو الأمير ويحفظك. فهذا واحد. اثنين، السعودية لها ثقل سياسي واقتصادي على مستوى العالم، يقوم عليها قيادة مميزة من فضل الله بشهادة عظماء العالم اللي هم بوتين رئيس روسيا العظمى وترامب رئيس أمريكا العظمى. السعودية من طناختها ترى إذا بغت تسوي شيء تسويه. بقول لكم هذه النقطة مهمة ترى، يعني إذا بغت تسوي شيء ما تخاف من أمريكا تفرض عليها عقوبات زي ما فرضت. ترى أمريكا فرضت عقوبات الآن على روسيا، الآن روسيا تتوسل لأمريكا أنها ترفع العقوبات بعد الصلح للعلم يعني، لكن ما قدرت أمريكا تفرض على السعودية عقوبات. كل المصائب اللي مرت والمشاكل والقضايا اللي صارت أمريكا ما قدرت تفرض على السعودية عقوبات. آخرهم ترامب يقول لشعبه، يقول أنتم مجانين، أنا لو أفرض عقوبات على السعودية كأني أفرضها على أمريكا، حنا اللي بنتضرر. السعودية تدير اقتصاديات العالم، فيقول أنا لو أفرض عقوبات على السعودية أنا المتضرر، أمريكا متضررة. السعودية يوم رفضت أمريكا تعطيها صواريخ تحمل رؤوس نووية راحت جابتها من الصين، رغم أن ما كان لها علاقات مع الصين، عن طريق سمو الأمير بندر بن سلطان والد سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان اللي دحين هي سفيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. بندر بن سلطان كلكم تعرفونه، قبل فترة طلع وقال عن موضوع حماس وعن القضية الفلسطينية، يوم قال إن القضية عادلة لكن المحامينها فاشلون، تذكرون؟ ما تنسي. فبندر بن سلطان راح بأمر من الملك فهد بن عبد العزيز الله يرحمه يسكن الجنة إنه يروح ويجيبها من الصين، وفعلا جابها من الصين. ما وقعت عليها عقوبات أمريكا، رغم أنها درت بعد ما وصلت ما قدرت توقع عليها عقوبات. وجاء المندوب الأمريكي عند الملك فهد قال بس نبغى نشوفها، بس خلاص نبغى نشوفها، بس نبغى نشيك عليها. قال الله يستر عليك، اضرب الباب. وفعلا ما دخل الأمريكي ولا شافها. فالمملكة العربية السعودية لها ثقل، والدولة اللي لها ثقل ولها قيادة عظيمة وقوية ومحنكة مو متهورة. ترى في فرق بين الشجاعة والتهور شعرة، هذه حطوها في بالكم. زي صدام حسين ذيك الأيام، صدام حسين ذيك الأيام شجاع بس متهور، ورط شعبه في حرب إيران، ورط شعبه في موضوع الكويت، متهور بس شجاع، متفقين إنه شجاع. إذا في فرق بين الشجاعة والتهور. التهور إنك تنقز ترمي أهل بيتك كلهم في أتون معركة في الشارع، أنت ما حتى أسلحة ما عندك، أسلحة ردع تسكت العالم عنك، ما ترميك ببيتك، تقول لا لو رميناه والله
من ضمن الأشياء اللي سوتها السعودية غصبا عن أمريكا، وهذه باعترافات الأمريكان أنفسهم، كانت وزيرة خارجية أمريكا أيام أوباما هيلاري كلينتون تقول أتصل على سعود الفيصل أقول له درع الجنوب درع الخليج لا يدخل البحرين، قوات درع الخليج لا تدخلونها البحرين، تبغى الثورة تتم في البحرين زي ما هي مرتبة أمريكا على موضوع الربيع العربي. إيش سوى سعود الفيصل؟ الله يرحمه ويسكنه الجنة، الله يرحمك يا سمو الأمير. إيش سوى مع وزير خارجية أمريكا المرأة الحديدية؟ قفل السماعة في وجهها. هي كلام، ارجعوا لكتبها ومذكراتها، تقول قفل السماعة في وجهي وتمموا على قوات درع الخليج ودخلت البحرين وأفسدت الثورة اللي كانت قائمة بدعم إيراني عشان يسقطون آل خليفة. السعودية ما قدرت بعدها أمريكا تقول لها أو تحط عليها تفرض عليها عقوبات بأي حال من الأحوال. وانتم تذكرون السعودية يوم جاء أوباما للمملكة العربية السعودية وش سوى معها الملك سلمان؟ طنش وراح يصلي العصر. رئيس أمريكا طنش وراح يصلي العصر. الملك عبد الله خبط على الطاولة، أوباما جالس في وجه أوباما، انفجع أوباما يقول هذا من جد يعني آل سعود قادة لهم وزنهم على الأرض، ما هم حي الله قادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطول في أعمارهم ويعزهم. في بعض المواقف يجب أن نعرف يعني من الذكاء والدهاء إنك هذول الروس والأمريكان أعداء، أنت صديق للروس وصديق للأمريكان. الروس أمريكا والصين أعداء، أنت صديق لأمريكا وصديق للصين. أنتم شايفين كيف؟ يعني فيه توازن، فيه مسك عصب من النص بس بفن، بحيث ما هذا يقول أنت توشي عند هذاك ولا هذاك يقول أنت توشي عند هذا. فهمتوا الفكرة؟ أو أنت تقول أنت توضح لي أنك واقف معي وأنت أصلا مع هذاك. لا كلهم مقتنعين أنك فعلا في النص، وحبوك وعزوك على كذا وقدروك على كذا واحترموك على كذا. عشان كذا أوباما ترامب وبوتين يقولون نبغى الجمعة في السعودية لأنها المكان الآمن والأنسب وفيها أمير عادل. الله ينصرك يا سمو الأمير محمد بن سلمان ويعزك ويرفع شأن المملكة العربية السعودية فوق 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 هام السحب يا أعلى بلد، يا أغلى بلد. مجدك لقدام وامجادك ورا، ونحكى فيك حسادك ترى ما درينا بهرج حسادك أبد. انتي ما مثلك انتي ما مثلك بهالدنيا بلد، والله ما مثلك بهالدنيا بلد. الله شكرا يا ابو نور على القامة، والله قامة من الأغاني اللي تعتبر رمز من رموز الوطن. طيب استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى لقاء قريب.